لا، انا ما طالبت الاخ حمود فليطح ولا غير حمود فليطح في حل موضوع الرياضه. كل ما هناك ان كانت في مشكله، الهيئه كانت تقول ان انتم عيال عم وحلوا الموضوع، وكأن الموضوع عشائري، كأن في مجلس عشائري يعني. ففتره من الفترات طلب مني من الجمعيه العموميه من الطرفين المتنازعين ان يترأس لجنه انتقاليه، وبناء على هذا الكلام رحت للاخوان في الهيئه العامه للشباب والرياضه بهذاك الوقت، فقلنا لهم هذا الموضوع. كنت اتعامل وياهم عن طريق القوانين. من ضمن القوانين اللي كانت موجوده هناك ان مجلس اداره الهيئه هو اللي يدعو الى جمعيه عموميه غير عاديه بناء على طلب من الاغلبيه. ما قبلوا هم ان هذا الامر يصير، قالوا لا، احنا نخاف يكون في تدخل حكومي. فانا كل تعاملي مع الهيئه ما طلبت من احد بشكل شخصي، لكن انا رحت للهيئه العامه للشباب والرياضه بناء على القوانين اللي تلزمنا كرياضيين، وطلبت منهم تنفيذ القانون، لا اكثر ولا اقل يعني.